يا شمس، انت تعتبري زي ما الناس متفهمة اشياء كتير. الزوجة هي اساس الحياة. الزوجة هي الاحتواء. الزوجة هي الصدر اللي فيه رحمة وتراحم. هي تعتبر ساعات الزوجة انت لما تتكلم عليها هي ام واب واخ وصاحب وصديق ورفيق حياة مدى الحياة. لا، احنا مش عايزين كلام عموم بقى كده في العموم، احنا عايزين كلمتين حلوين لشمس. شمس اغلى شيء عندي في الوجود. تقولوا لي ايه بقى يا شمس؟ انا اقول له يعني ايه؟ والله بص، انا عايزه اقول لك انا ما اعرفش اكمل حياه بدون، مهما كانت حواليا ومهما كان عندي اسلحه ان انا اعيش فيها لوحدي. هو اساس البيت، هو الستر والغطاء، هو ابو ولادي، هو الام والاخ والاب، هو كل حاجه، هو الحنين، هو اللي بيسال عليكي، هو اللي بيهتم بيكي. لا عامر ونعم الزوج، مش عشان تصوير ولا عشان ميديا ولا الكلام ده كله، بجد. ونعم الزوج لما تبقي في احتياج لحد يطبطب عليكي هو بيكون اول واحد، في احتياج ان حد يهتم بيكي وانت مريضه بيكون هو اول واحد، مفيش بعده اصلا، هو اول واخر. لا والله يعني مفيش حد بيسال، هو شايل زي ما بيقولوا كده الليله كلها. ودي اهم حاجه، ان الراجل يهتم بالست، والست لو لقت اهتمام وحد يقدر اللي هي بتعمله هتعمل اكتر، هتدي اكتر. انما لما تكوني دايره في ساقيه ما حدش سائل فيكي صدقيني هتزهقي. ربنا يخليكم. فالمفروض الرجاله تبص للستات شويه، والمفروض الستات تحاول تكون شديده شويه في حياتها، يعني تكوني ما تضعفيش لاي حد، لا الصاحبه ولا الام ولا الاخت ولا الكلام. عيشي حياتك زي ما عيشيها ببيتك، حاولي ترسمي بيتك زي ما انت عايزه، مش زي فلانه ولا علانه. ما تبصيش لحد، اصلا بصيت لحد تتعب. انا عمري بصيت في حياه حد، لا الغني ولا الفقير، لا حبيت اكون زي حد ولا ابقى اقل من حد ولا ابقى اعلى من حد. انا عايزه اكون زي نفسي، حابه نفسي، حابه شكلي، حابه حياتي كلها على بعضها كده. يعني الناس لما ربنا بحلوها بوحشها. عارفه، الناس لما ربنا بيديها بتحاول تعمل حاجات تتطور. انا لا، انا عايزه اكون زي ما انا، شخصيتي ما تتغيرش، مبادئي في الحياه ما تتغيرش مهما كان. اسس ربنا وثوابت. اسس يعني وثوابت الحياه. اصل احنا لو بصينا للناس هنتعب. الشهرة ساعات بتغير ناس، انا ما غيرتنيش ولا هتغيرني باذن الله. وبعدين الراحه راحه نفوس. والحياه ما تعيشهاش ان انت بحث على الفلوس. الراحه راحه نفوس، وما تمشيش في الحياه بحث عن الفلوس. الفلوس ما بتساعدش حد. الناس تبحث عن ايه؟ عن الراحه، عن الحب، عن الالفه، عن التبادل في الحب والعطاء، عن الطمأنينة جوه قلوب الآخرين. يعني أنا لما بدور جوه قلبها، أنا ما بدورش شكلها. جوهر الإنسان في قلبه.